كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وهو يحبنا ويشفق علينا. خرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسل. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقد أرضاه الله في أمته فشفعه فيهم يوم الفزع الأكبر وجعلهم ثلثي أهل الجنة، فأمته 80 صفا من 120 صفا هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فنحن الآخرون في الدنيا والسابقون يوم القيامة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.